بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هوريكم ازاي تعملوا عيش بلدي في البيت ويبقى حلو خالص وجميل. معانا ايه؟ 5 كيلو دقيق اهو. ده 5 كيلو دقيق، 3 كيلو دقيق بلدي على 2 كيلو دقيق فاخر او اللي هو الزيرو. تمام. هنحط عليهم 3 معالق كبار ملح اهو، نرش عليه الملح كده 3 معالق كبار، وكيس خميرة واحد، كيس خميرة اهو فورية. لو ما عندك الخميرة اللي هي البيرة اللي هي القطعة دي يبقى تمام، حطي قطعة، ما تكتريش في الخميرة قوي عشان ريحته ما تبانش فيه. هنحطها هنا مع معلقة سكر، خميرة اهي مع معلقة سكر، وتحطي عليها شوية مية دافية وتدوبيها الأول علشان تعمل تفاعل معاكي، ومية للعجن. تعجنيه بقى كله وتدوبي فيه. المية اهم حاجة تكون دافية مش سخنة، عشان لو المية سخنة قوي هيقطع معاكي ويعمل كلاكيع ويبقى مش حلو خالص. خلي المية دافية بس. هتعجنيه وتخليه ناعم خالص، والقوام بتاعه هوريهولك ان شاء الله في الاخر. دي كده هي الخميرة اللي دوبناها في ربع كوباية مية ومعلقة سكر وكيس الخميرة تفاعلت اهي. هنقلبها بقى كده على العجين. دوبنا العجين كله اهوت، الدقيق دوبناه بالميه، وابتدي بقى عجين يعملي كده بايدك لحد ما يبقاش فيه اي كلاكيع خالص. تمام. ده كده شكل العجين اهو، عجناه اهو، اتعجن خلاص. ده كده الملمس بتاعه اهي. ما تخليش العجينه معاكي طريه قوي عشان لما تيجي تقطعيها، لو انت اول مرة تعمليه خليه ماسك معاكي شوية عشان لما تيجي تقطعيه. تمام اهو. عايزة ترش عليه بقى شوية دقيق من على الوش كده وتغطيه رشي. انا ما برشش دقيق، انا بحط بس بايدي كده بحط عليها نقطة مية وبمسح بيه كده وبغطي عليه يخمر. غطي عليه يخمر بقى وسيبيه، وبعد ساعتين بص عليه وشوفيه. هو اخره ساعتين او 3 ساعات بالكتير وبيخمر. هورولك اما يخمر ان شاء الله واحنا بنقطعه. ده شكل العجينة اهو. طب خمر ما شاء الله اهو، اللهم بارك اهو. ملا الطبق على الاخر خالص، لازم تسيبيه لما يخمر كده على الاخر خالص ويملى الطبق معاكي اهو. نرش الردة بتاعتنا بقى ونقطعه، هقطعه بمية. رشينا الردة معاكي بقى حاجة فيها مية كده، وتحطي فيها ايدك كده تبلي بس ايدك وتقطعي العيش اهو. الايد التانية تبليها برضو، تقطعيه كده اهو، تفضلي تلمي فيه كده اهو، تلميه كده لحد ما يبقى كده وتحطيه على الرد. قطعي على قد المطرحة بتاعتك او على قد ما انتي ما بتعمليه على ايدك اهو. واحد تاني اهو، باللي ايدك مية تعملي كده تلميه كله كده وتحطي على الردة اللي انتي عاملاه. لو انتي لسه مبتدئة بقى وعايزة تعمليه صغير خالص في فرن البوتاجاز، هتقطعيه صغير خالص كده اهي، تقطيعة صغيرة اهي على قد ايدك. لو انت لسه مبتدئة وتتعلمي فيه قطعيه صغير خالص زي بتاع الفرن اهو، صغير خالص اهو زي بتاع الفرن، واعمليه في فرن البوتاجاز بجد بيبقى جميل جدا وحلو. هنخلص بقى بقية العيش ده ونحطه على الردة واوريهولكم اهو. اتخمر اهوت وقطعناه تمام. لما تيجي بقى تبططيه وتعمليه تبططي من الجناب كده، تاخديه ترحيه كده تحطيه على الردة يتشرب، وبعد كده تشيليه تحطيه على المطرحة اهو. مش بعرف بقى ريحة على المطرحة، انا بشده كده اهو، اللي بالمطرحة خالص
وبعد كده احذفيه في الفرن. اهو بعد ما ملينا بالمطرحه اهو على قد الرغيف، بس تملي المطرحه على قد الرغيف عشان ما يبقاش رقيق قوي معاكي. اهو ملينا بالمطرحه اهو، نقلبه في الفرن بقى اهو. بسم الله. اهو بس كده تملي بالمطرحه وتحطي شكله عامل ازاي العيش اهو. شايفين شكل العيش وهو بيقب في الفرن اهو، جميل ازاي، قابب وجميل ازاي اهو. يلا جدعانوا بقى واعملوا في البيت، ادي الصغير وادي الكبير. الف هنا. جمال العيش وهو قابب في الفرن، شايفين الجمال، شايفين؟ يلا مستنيين ايه؟ قوموا اعملوه يلا. عيش تحفة، عيش بيتي بلدي تحفة. شايفين شكل العيش ده كده؟ كان شكل العيش بعد ما خلصناه اهو. شايفين؟ ده الكبير ودوت الصغير، شايفين قابب وجميل ازاي. دول اخر رغيفين كانوا معايا، انا بططتهم بدقيق كده ودخلتهم الفرن بعمل شكل الشامي اهو. جميل، اعملوه في البيت يا جماعة بدل ما تقفوا على الفران. وده الصغير القابب، الله على الجمال. شايفين اهو. الف هنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.